السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني الكرام، نهضروا على حكيم زياش اللي كيواصل الغياب على التدريب المنتخب، وكذلك نهضروا على الاستعدادات ديال المنتخب، وكذلك نهضروا على الياس اخوماش واخر اخبار محترفين، وكذلك ابراهيم دياز، وعندنا كذلك منير الحدادي، وكذلك نهضروا على فريق باير، وكذلك نصير مزراوي والباير اللي كيتعاقدوا مع لاعب جديد مكان نصير مزراوي. ديروا لنا خوتي اشتراك ولايك. البدايه غتكون مع حكيم زياش اللي كيواصل الغياب على تدريب المنتخب الوطني استعدادا للمباراة ديال منتخب جنوب افريقيا في دور 16 من كاس افريقيا اللي غتكون يوم الثلاثاء ابتداء من 9 مساء بتوقيت المغرب. ان شاء الله المنتخب الوطني كل الثقه في اللاعبين ديال المنتخب الوطني، ان شاء الله كما كنقولوا نتجاوزوا منتخب جنوب افريقيا. ان شاء الله عندنا كل الامكانيات وكل شيء جاهز باذن الله، وكنتمنوا لحكيم زياش الشفاء العاجل ان شاء الله هو يلتحق بالمباراه. بالنسبة للاعبين المنتخب الوطني كيواصلوا الحصص التدريبية ديالهم استعدادا للمباراة ديال منتخب جنوب افريقيا اللي غتكون يوم الثلاثاء القادم ابتداء من 9 مساء. غنولي نذكركم بالتوقيت مرة اخرى. اللاعبين كل شيء جاهزين ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله هاد المباراة ديال منتخب جنوب افريقيا عندنا كل الثقة ان شاء الله في الاسود مربوحة باذن الله. انا بنسبة كبيرة تايق في المنتخب ان شاء الله غنربحوا هاد المباراة 90% كما كنقولوا. تايقين في اللاعبين، وكما كنعرفوا السيد واد الركراكي داير كل الحيطه والحذر بالنسبه للاعبين، وكما كنقولوا كينبههم اللاعبين ولاو كيعرفوا باللي هاد كاس افريقيا هذه كما شفنا فيها مفاجات كبيره، وكما شفنا البارح كانوا اول متاهلين، كما شفنا كذلك نيجيريا القصا والكاميرون. يعني المنتخب جاهز بكل معنى الكلمه، ونصر مزراوي حتى هو جاهز للمباراه المقبله ديال المنتخب الوطني باذن الله. اللاعب غيكون حاضر مع المنتخب الا ما كانش لاعب كاساسي، غيكون حاضر في دكه بدلاء المنتخب الوطني نصير مزراوي. وكنتمناو ان شاء الله الشفاء العاجل، خصوصا حكيم زياش اللي مهم جدا في التشكيل ديال المنتخب الوطني، وكنتمناو لهم ان شاء الله الشفاء العاجل. بالنسبه لإلياس اخوماش كيسجل على فريقه السابق فريق برشلونه بعد ما نهار فريق برشلونه وربحهم ب5 أهداف مقابل 3. إلياس اخوماش سجل الهدف الثاني ديال فريقه فيلاريال بعد ما كانوا متقدمين في النتيجه ب2-0. عادل فريق برشلونه ولا فايز فريق برشلونه ب3 أهداف مقابل هدفين، ثم عدلوا فيلاريال ولاو سجلوا 3 أهداف. فيلاريال يعني 5 أهداف مقابل 3. إلياس اخوماش قدم مباراه في المستوى. هاد اللاعب هذا بصراحه ملي اختار المنتخب لاعب مهم جدا ان شاء الله مستقبلا المنتخب الوطني. وكيف ما شفنا لاعب عنده رجل يسرى ساحره بكل معنى الكلمه، ولاعب سريع، والتقييم ديالو كان هو 8.6. بالنسبه لابراهيم دياز هو لعب كاساسي مع فريق ريال مدريد وربحوا فريق لاس بالماس بهدفين مقابل هدف واحد. ابراهيم دياز في هذه المباراه هذه لقى صعوبه كبيره بصراحه بكل معنى الكلمه، وكما شفنا ريال مدريد كانوا متاخرين في النتيجه امام لاس بالماس ب1-0، ثم عادل فينيسيوس ولا سجل الهدف الثاني تشاوميني الريال مدريد. وكنتمناو لابراهيم دياز التوفيق، وكان حاضر في مراكش مؤخرا. بالنسبه كذلك المنير الحدادي حتى هو لاعب مغربي، وكما كنعرفوا لعب المنتخب الاسباني وكذلك المنتخب المغربي. وكما شفنا منير الحدادي لعب 78 دقيقه والتقييم ديالو كان هو 6.4. بالنسبه كذلك الفريق بايرن ميونخ اللي رسميا كيتعاقدوا مع هذا اللاعب هذا الفرنسي ظهير ايمن نادي غالاتا سراي التركي، كيتعاقدوا معاه نادي بايرن ميونخ الالماني. وكيف ما شفنا توماس توخيل ما مقتنعش تماما كما كنقولوا بنصير مزراوي، وكما شفنا نصير مزراوي حاضر مع المنتخب في الكان. اللاعب هذا لاعب جيد جدا كيلعب كظهير ايمن، وكما شفنا كان كيشكل ثنائيه في غالاتا سراي مع حكيم زياش، لاعب مهم جدا. وكما كنعرفوا هذا اللاعب هذا العقد ديالو غيمتد مع فريق باير حتى ل 2028، وبنسبه كبيره نصير مزراوي يقدر يخرج كما كنقولوا في هذا الصيف هذا من نادي باير ميونخ الالماني. وكنتمناو صراحه نصير مزراوي التوفيق، وكما كنقول اللي يستحق هو اللي غيلعب. نصير مزراوي كل الثقه فيه كيقدم مستويات كبيره بعد ما كانش كيبغي يلعبوا في الاول، ولا نصر مزراوي فرض عليه الرسميه على توماس توخيل قاس حراس. وكما كنعرفوا توماس توخيل كان مع حكيم زياش وكان كيحطه في البونتوش مع نادي تشيلسي. وكنتمنى نصر مزراوي التوفيق ان شاء الله مع المنتخب الوطني. بالنسبه لادم ازنو هو كان حاضر في احتياط نادي بايرن ميونخ الالماني وربحوه ب3 أهداف مقابل هدف واحد. وهذا اللاعب هذا بصراحه اللي عنده مستقبل كبير، هذا اللاعب ادم ازنو. وكنتمنى بصراحه كما كنقولوا الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم تاخذ هذا اللاعب بجديه بكل معنى الكلمه. وكيف ما شفنا
دار كما كنقولوا سعيد الشيبه خطا كبير ما داش هذا اللاعب هذا لكاس العالم للشباب اقل من 17 سنه. لاعب مهم جدا مستقبلا وكنتمنى له التوفيق. والسلام عليكم. كان معكم محمد.